بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا فيديو جديد وعطل جديد زي ما حضراتكم شايفين كده في الغسالة اليونيفرسال الإيكو. الغسالة طبعا كل ما نيجي نديها برنامج تعمل الصوت اللي حضراتكم سامعينه ده كده. يلا بينا ان شاء الله باذن الله هنتعلم ازاي نحل العطل ده ونقدر نحل المشكله دي بطريقه سهله وبسيطه جدا. وطبعا السبب لا يخطر على بال حد خالص. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه، السبب في المشكله دي هو الموتور. الترامل بتاعه الموتور زي ما حضراتكم شايفين كده مجنزره، وده طبعا الجنزره دي عامله عازل فمخليه الكارته مش حاسه بالموتور خالص. لان طبعا طب ايه علاقة الموتور باللوك؟ طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده ان في طرف من الشربون واصل للوك. فلو حضراتكم تلاحظوا زي ما حضراتكم شايفين كده بننظف السوكيتات كويس، ولو عندنا مزيل صدى ولا حاجة او اقاي بنرش عليه وننظف كويس ونركب، والعطل باذن الله ان شاء الله يعني هيزول معانا والغسالة هتقفل لوك وتشتغل معانا تمام التمام. طبعا يعني عطل ما يخطرش على بال حد خالص. ممكن حد يقول المشكلة في الكارتة، ممكن حد يغير اللوك. وانا كنت طبعا نزلت قبل كده على القناة طريقة اختبار اللوك ده علشان نقدر نحدد المشكلة في الكارتة ولا في اللوك. ولكن زي ما حضراتكم شايفين سبب العطل بتاع النهاردة ده زي ما حضراتكم شايفين كده اللوك بيقعد يدي زنة كده وما بيقفلش. يبقى دلوقتي بعد ما جربنا او بعد ما نظفنا السوكيتات هنجرب زي ما حضراتكم شايفين كده ابتدى اللوك يقفل معانا والغسالة تشتغل معانا. دي كانت معلومة كده يعني بسيطة جدا، ولكن ما تخطرش على بال حد خالص من الفنيين. فلو حضرتك يعني استفدت حاجة النهاردة، رجاء ان انت تتفاعل مع القناة وتدعمنا بلايك وشير علشان يصل لحضرتك كل الفيديوهات القادمة. زي ما حضراتكم شايفين كده الغسالة ابتدت تشتغل معانا، لان طبعا في حاجات يا جماعة يعني بتبقى بعيدة كل البعد عن تفكيرنا وعن ذهننا ان هي دي تكون هي المتسببة في العطل. زي ما قلت لحضراتكم اي حد ممكن يقول المشكلة في الكارتة او ممكن يشك في اللوك. ولكن طبعا يعني انا ما انكرش ان انا الاول رحت للوك وقسته وتأكدت من سلامة اللوك وركبت لوك جديد كمان علشان اجرب بيه، ولكن برضو المشكلة ما طلعتش من اللوك. ولكن ابتدينا ان احنا نفحص زي ما حضراتكم شايفين كده لحد ما توصلنا للمشكلة. علشان كده حبيت انزلها لكم النهاردة علشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.